احكي لكم موقف تاني يا بنات يفطس من الضحك. صاحبتي ساكنه في الدور السادس والميه بتيجي عندهم بالموتور. المهم ابنها دخل يستحمى. يا دوبك دخل يستحمى، النور قطع كده، الموتور مش شغال، الميه كمان قطعت، يعني النور يقطع الميه تقطع. المشكله انه صاحبتي دي ما كانتش محوشه ميه، او ما كانتش عامله حسابها. وابنها بقى يصوت: يا ماما عايز ميه، يا ماما الميه قطعت، دي بتقعد ساعه. طب انا هقعد في الحمام ازاي؟ الموقف بقى كل اللي في البيت فطسان على نفسه من الضحك، وهي زعلانه على ابنها ومش عارفه تتصرف ازاي. طب اجيب لك ميه منين يا ابني؟ اجيب لك ازازه من الثلاجه. طب نشف نفسك. يقول لها نشف نفسي ازاي؟ الصابون على دماغي. اديته ازازه من الثلاجه، الواد يعني بقى بتكتك، فاهمين؟ مع ان الدنيا حر بس برضه. بعتت لجارتها قالت لها: والنبي ازازه ميه، اي ازازه ميه من عندك نفك الزنقه. بس بجد اخواته بقوا فطسانين على الضحك، وهو في الحمام متعصب وعمال يخبط دماغه في الحيط. بس فعلا الموقف صعب. اما يكون عندك الميه بالموتور والنور يقطع والميه تقطع، لازم تكوني عامله حسابك ومجهزه ميه. انتوا فاهمين؟ لان الموقف صعب بجد. يعني الحل ايه لو ما كانتش لقيت ميه بثلاجه او ميه عند جارتها؟ الموقف صعب. يعني لازم في اللي احنا فيه دلوقتي لازم تكوني مجهزه. جيبي ازازه من الكبيره دي، شيليها على جنب. جردل نضيف امليه واقفليه واركنيه. حاجه تنفعك. لكن الموقف ده لو حصل بصراحه مع اي حد، بجد موقف صعب. زي ما بقول لك، هم يبكي وهم يضحك. يعني موقف صعب ومتعرفيش تتصرفي فيه، ومحرج في نفس الوقت. صح كده؟ اهو ده اخرة قطعان النور، هو اللي بيعمل فينا كده، قطع نور وميه.